في 2026 التطور اللي حصل حوالينا بقى أسرع كتير جدا من أي كورس أو أي منهج تقدر تخلصه، وللأسف الشركات بقت تميل إن هي ما تعينش جونيورز، لأن سينيور واحد استخدام قوي لل AI tools ممكن يعمل شغل ل5 أشخاص ويمكن أكتر. أهلا بيكم، معاكم أحمد أبو الخير، وده فيديو جديد على قناة حديد السفينة. تخيل معايا إن في شخصين مقدمين على شغل. الشخص رقم ألف هو شخص عنده بيزكس قوية، فاونديشنز قوية، عارف رياضيات وماثيماتكس وعارف ماشين ليرنينج كويس وعارف الثيري بتاعته، ولكنه بسبب نقص الخبرة ممكن يقعد أسبوعين أو 3 عشان يديني POC لأي مسألة ممكن أديها له. على النقيض الشخص رقم ب هو شخص ممكن تكون أساسياته مش أقوى حاجة، مش أحسن حاجة، ولكن هو عنده قدرة كويسة جدا في استخدام ال AI tools، فبالتالي بدل ما بيستغرق أسبوعين إن هو يطلع POC ممكن يطلعه في ساعتين أو يوم بالكتير. الحقيقة لو الاختيار في إيدي أنا أحمد أبو الخير، دايما هختار الشخص اللي أساسياته قوية، لأن ببساطة الشخص ده بتبقى عنده قدرة أكبر في حل المشاكل، خصوصا لما يكتسب خبرة ويبتدي يحل كذا مشكلة بنفسه. ولكن للأسف السوق ممكن ما يكونش كده. عشان كده الحل من وجهة نظري في 2026 إنك لازم تكون الشخصين مع بعض. أنا مش هقولك روح اتعلم الأساسيات الأول بشكل قوي قبل ما تطلع منتج، لأ، أنا هقولك لازم يبقى عندك رجل قوية وثابتة وبتتعلم الأساسيات، ورجل تانية بتحاول تواكب التطور والتولز والصيحات الجديدة فايب كودينج وإيجنتس عشان تطلع منتج بشكل سريع. عشان كده في 2026 أول حاجة هنصحك تتعلمها هتكون SQL. صحيح احنا عندنا دلوقتي كلود وشات جي بي تي تقريبا بيكتبوا SQL queries بدون أخطاء، ولكن انت كديتا ساينس ما زلت محتاج تعرف 90% من بيانات العالم اللي حوالينا ده مخزنة فين، والشيء اللي البيانات دي مخزنة فيه بيتكلم ازاي. محتاج تعرف ازاي تكتب سيلكت، وازاي تفلتر، وازاي تعمل جوين، وازاي تعمل جروب باي، وده شيء حتى لو انت مش هتكتبه بايدك في المستقبل لازم تكون عارف كويس بيتعمل ازاي. عشان كده في جزء السيكوال انا برشح يوديمي كورس لشخص اسمه خوسيه بورتيلا. الكورس بيتكلم عن سيكوال باستفاضة وبينفذ حاجات كتيرة جدا على بوستجريس باعتباره DBMS ماتيور وقوي تقدر تتعلم عليه سيكوال في البداية. تاني حاجة هنصحك تتعلمها في 2026 بايثون، وأرجوك وانت بتتعلم بايثون لازم تبقى عارف كويس جدا ان بايثون هو يمكن الحاجة الوحيدة في ستاك الداتا ساينس اللي انت محتاج تتعلمها بسرعة جدا. صحيح لازم تعرف الأساسيات وما تعديهاش وتفهمها كويس، ولكن خد بالك ان اي حاجة انت هتعملها في المجال غالبا هتعملها بايثون. يعني لو انت خلصت كورس بسيط وحسيت انك لسه 50-50 في البايثون، تأكد ان ده هيتغير في وقت قصير جدا، لان كل حاجة هتعملها حواليك هتكون بالبايثون. نزلت برشح الكورس بتاعي على كاجل، وبرشح كاجل ليرن كورس اسمه بايثون او بايثون بيزكس. برضو الكورس ده سريع، كله في شكل نوت بوكس، مفيش فيديوز، لان انا عايزك تخلص موضوع البايثون ده بأسرع وقت ممكن. تالت حاجة هنصحك تتعلمها في 2026 هتكون Basics of Analysis و Statistics. Basics of Analysis ممكن تتعلمها شوية من خلال استخدامك لبانداز وما شابه، وفي الجزئية دي برشح لك الكورس بتاعي على كاجل، وعبارة عن نوت بوك بيتكلم عن Data Analysis with Python، وبيناقش على CSV فايلز كتير وداتا سيتس كتير. هتفهم وهتبتدي ذهنك يتحرك ازاي ممكن اعمل اناليسيس. اما لو حابب كورس يكون اكثر عمقا فاكيد هرشح لك كورس Statistics 101، وبما ان الكورس لسه مكملش فانا ما زلت من عشاق خان اكاديمي، وشايف انها افضل مصدر لتعلم الستاتستكس والماثيماتكس بشكل كويس جدا اونلاين. اهم حاجة لازم تتعلمها في 2026 ومش ناس كتيرة بقت تجيب سيرتها دلوقتي هو الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج أفضل إنك تبتدي بجوجل كراش كورس فور ماشين ليرنينج، بيتكلم عن حاجات كتير بشكل قصير، مفيش فيديوز، ماتيريال انت بتخلصها ونوت بوكس وتاسك صغيرة انت بتعملها، وده هيخليك بسرعة خدت فكرة عن الماشين ليرنينج وتقدر تبتدي تعمل مشاريع. بعد ما تخلص المرحلة دي أرجوك خد
كورس اندرو ان جي اللي موجود على كورسيرا، السبيشاليزيشن بتاع الماشين ليرنينج مهم مهم مهم، ولكن ما تكونش مستعجل وانت بتاخده. ممكن تبقى مستعجل وانت بتاخد جوجل كراش كورس فور ماشين ليرنينج. لحد هنا يؤسفني اقول لك ان انت لو اتعلمت كل الحاجات اللي فاتت دي فانت هتبقى داتا ساينس بس بسكيلز سنة 2022. في 2026 لازم تتعلم من وجهة نظري الآتي: رقم 1 فايب كودينج. أرجوك أثناء ما أنت بتتعلم الأساسيات دي حاول تجرب إزاي أستخدم تولز زي أنتي جرافيتي وكلود كود وكيرسر في إن أنا أعمل برودكت سريع، أتكلم مع بيانات وأعمل حاجة بشكل سريع. مفهوم الفايب كودينج ده لازم يكون عندك، وأرشح لك إنك تقرأ الجايد اللي عاملاه كلود كود عن الفايب كودينج، ده ممتاز جدا وهيديك فكرة عن المفهوم بشكل عام. رقم 2 من المهارات الإضافية المهمة في 2026 هو الأجنتك AI. صحيح الأجنتك AI مش لازم يكون مهم لكل الشركات ومش لازم يكون مفيد لكل اليوز كيسز وكل الصناعات، لكن احنا في الوقت اللي الأجنتك AI عامل فيه زي الموضة، زي رسمة تيشيرت جديد نازلة ومطرقعة في السوق وكله عايز يلبسها. بمعنى أدق إن معظم الشركات معظم التيمز عايزة تجرب حاجة أجنتك AI. هتبقى نيجاتيف بوينت جدا لو انت دخلت انترفيو وقلت انا معرفش ايجنتك AI. برضو بنفس الطريقة احنا هناخد كورس الايجنتس اللي موجود على هاجينج فيس، كورس مفيش فيه فيديوهات، ماتيريال مقروءة، نوت بوكس بتطبقها، حاجات بتعملها على هاجينج فيس. هتعمل الكلام ده كله بسرعة، هتاخد فكرة سريعة، في نفس الوقت هتقدر تكتب في السي في بتاعك ان انت عندك ايجنتك AI سكيلز. لو وصلت المرحلة دي وحسيت انك عايز يكون الستاك بتاعك ميال اكتر ناحية الاجنتك AI، فانا ارشح لك وبقوة انك تتعلم في 2026 knowledge graphs. 2025 و24 احنا كنا بنتكلم عن الراج سيستم والايجنتس اللي كنا بنجرب يا ترى ازاي نستعملها مع الفيكتور داتابيز وما شابه. حاليا من اواخر 2025 واعتقد في 2026 الجراف راج هيكون هو النيو نورمال. فحتة انك تعرف knowledge graphs دي هتبقى added point كويسة جدا لو حضرتك قررت انك هتشتغل في السيكتور ده. اعرف knowledge graphs ازاي؟ اولا في كورس قوي جدا في الجزئية دي موجود على ديب ليرنينج AI، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. ثانيا حاول تخش تقرأ الدوكيومنتيشن والكويك ستارت بتاعت Neo4j وهي اشهر واقوى جراف داتابيز موجودة حاليا. النصيحة الأخيرة اللي ممكن أنصحها لك في نهاية الفيديو ده هو إن مفيش حد بيقاوم التطور وبينجح، حتى للأسف لو اكتشفنا فيما بعد إن التطور ده كان خاطئ ومش صح. وأنا برضو مش بقول لك يلا نروح كلنا ناحية التطور بشكل أعمى، نبطل نتعلم برمجة ونبطل نكتب سيكوال وما شابه. بالعكس أنا بقول لك يلا نروح ناحية التطور عشان يبقى لنا مكان في المستقبل، ولكن خليك واقف على أرضية صلبة وخلي أساسياتك قوية، لأن الشخص اللي أساسياته قوية هو اللي بيقدر يتكيف مع أي تطور حاصل أو هيحصل في المستقبل. أشوفكم الفيديو الجاي.